السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا فيديو الزبادي الأبيض. عملت معاكم قبل كده الزبادي بالفراولة. النهاردة هنعمل الزبادي السادة. شوفوا الطريقة وطبعا الخطوات للآخر. زبادي جوسي، مش مجمد ولا يعني فيه كلاكيع او عامل جوسي زي بتاع بره بالظبط. بصي الزبادي عامل ازاي. تابع الفيديو هتشوف الخطوات. طريقته سهلة جدا، حاجات بسيطة، مكونات بسيطة من البيت، طعمه جميل جدا. شكل الزبادي جميل جدا والطعم احلى بكتير. دي طريقة الزبادي السادة. معانا بقى برضو في فيديو تاني، اللي ما شافش الفيديو بتاع الزبادي الفراولة يشوفه حلو قوي. اول خطوة فيه بنجيب 2 كيلو من اللبن، او لو عايزة كيلو بس مش شرط 2 كيلو، يعني هنحط 2 كيلو من اللبن في حلة هنغليهم. وبعد ما نغليهم كويس هنسيبهم يبردوا زي دمعة العين، ونبتدي نحط المكونات او خميرة الزبادي. لبن يا جماعة يكون فريش صابح جاي من عند الفلاحين، ده اساسي في نجاح الزبادي. عشان تعملي زبادي حلو لازما اللبن بتاعك يكون لبن موثوق منه، جاي من مكان موثوق، يكون فريش لسه جاي عشان يديكي نتيجة حلوة. اهم خطوة ان انتي تغلي اللبن، تغليه غلوة كويسة وتركنيه لحد ما يبرد، وما تستخدموش الا لما يكون زي دمعة العين فاتر كده، يعني يكون اللبن دافي بس مش سخن ولا في درجة الغليان، عشان تقدري ان انت تضيفي المكونات التانية براحتك ويطلع معاكي جودة كويسة. تابعوا الفيديو للاخر، واللي اول مرة يشوفني يعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. دي بقى مرحلة الغليان، هنغليه كويس قوي وتتأكدي ان هو اتغلى. هنا بقى هنبدأ، هو كده برد وسيبناه لما برد بقى زي دمعة العين. هنبدأ نحط المكونات. معانا 3 معالق من السكر، ممكن تقللي السكر عن كده، وممكن لو مرضى سكر هياكلوه ما تحطيش سكر خالص. معانا لبن بودرة، معانا بودرة الكريم شانتيه، معانا علبة من الزبادي. هنضيف كل المكونات دي مع وش اللبن وهنضربهم في الكبة او في الخلاط عادي، وبعد كده هنبتدي نضيفهم على اللبن عشان دي اسمها خميرة الزبادي. هنقلب المكونات الجافة كده مع بعضها، اللي هو اللبن البودرة مع السكر العادي بتاعنا مع بودرة الكريم شانتيه، سوري، بودرة او بودرة كريم شانتيه. هنضيف كل المكونات هنا مع 2 كبار من لبن او كوباية من اللبن ده مع وش اللبن، اللي هي القشطة اللي تبقى موجودة على اللبن بعد ما يغلي، يعني هنضربها معاه عشان ما تعملش تكتلات. مش هنصفيه ولا حاجة، لان انت مجرد ما بتاخدي الوش بتاعه وبتضربيه مع الخميرة بتاعته خلاص اللبن مبقاش فيه اي تكتلات. بتبتدي تضيفيه وتقلبيه عادي، وتنزلي بيه في المجات او الكوبايات او البولات بتاعة الزبادي. ونبتدي نعمل المرحلة التانية اللي هي مرحلة غلي المية. هنشوف دلوقتي خطوة في خطوة. هناخد بقى الوش كده، هنضرب بقى اللبن اللي احنا خدناه مع المكونات ونضيفهم ونبتدي نعبي بعد بقى ما نخلص كده ونعمل الخميرة ونضيفها على اللبن. اي حاجة متاحة عندك تقدري تعبي فيها وهيطلع ناجح جدا.
بس تقلبي الخميرة حلوة قوي مع اللبن. وحبة كانوا باقيين من خميرة الزبادي في قلب الكبة، نزلناهم كمان. هنعبيه بقى. وبعد كده المرحلة التانية دي اهم مرحلة يا جماعة، ان لازم تغلي مية، تغليها تبقى غالية كاملة. وبعد ما بنعبيه في البولات او في كوبايات او مجات المتاح عندك، توقفيش نفسك، هنرصهم في صواني ونغلي المية اللي قلت لحضراتكم عليها ديت، وننزل المية المغلية حوالين الأطبقة، علشان هنا دي تاني مرحلة لتخمير الزبادي. الخميرة اللي احنا حطيناها ديت بتتفاعل مع المية المغلية اللي احنا هنضيفها للصينية دلوقتي. وبعد كده هنغطيه لمدة 3 ساعات برا التلاجة، وهندخله ساعتين بس بعد المرحلة دي في التلاجة، بعد ما نشيل المية طبعا ونرميها، علشان يخمر الزبادي. يبقى اهم 3 مرحلة ان احنا هنغلي المية، هنضيفها للصواني، بعد اضافة المية الصواني هيبتدي يخمر الزبادي في البولات. دي اضافة المية المغلية اهي. وبعد كده هنغطيه ونسيبه. انا ما بدخلوش فرن، ما بدخلوش اي حاجة، هي مجرد الخميرة اللي حطت الزبادي مع المية المغلية. هنركنها لمدة 3 ساعات على الرخامة عادي، هيخمر الزبادي وهيتجانس وهيبقى متماسك، هيبقى حلو من غير ما تدخليه فرن او اي حاجة. دي اضافة المية المغلية اهي. بضغطي بس بصينية محكمة ان انت تحفظي البخار بتاع المية داخل الصينية بتاعتك، علشان يبدأ يخمر الزبادي. هنا بعد ما سيبناه بقى 3 ساعات خلاص، وتفاعل مع المية المغلية مع الخميرة اللي حطيناها كده، الزبادي بتاعنا جاهز ان هو يخش التلاجة. هنحطه لمدة 2 ساعتين في التلاجة، وهيطلع هيبقى جاهز للتقديم، وتاكلوا احلى زبادي ان شاء الله. كده اهو خمر اهو متماسك زي ما انت شايفة. هنحطه بقى في التلاجة لمدة 2 ساعتين، يبقى 3 ساعات برا التلاجة عشان يتماسك او يتفاعل يختمر مع المية المغلية. هنا بعد ما دخلناه التلاجة اهوت وطلعناه، هنقدمه بقى للأكل. أحلى زبادي إن شاء الله، وربنا يحسن ما بين إيديكي. شوفي بقى ملمس الزبادي والنعومة بتاعته، دي مش مية، دي بس لمسة مش مية على وشه ولا حاجة، دي لمسة الزبادي من فوق، لأنه ما شاء الله اللبن هنا كله خير. بصي الزبادي، شكل الزبادي اللي بتجيبيه من بره بالظبط، ناعمة متجانسة ما فيهاش مية. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، الزبادي السادة، وعاملين فيديو قبل كده الزبادي بالفراولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.